السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل قرنبيط. ماشي، معانا قرنبيطة حلوة اهيت كده. مش تمام؟ هنقطعها بقى كده. بص حبايبي، هو القرنبيط غالي وكل حاجة بقت غالية في السوق، فالحمد لله ربنا يرحمنا. بص احنا هنقطعها كده. تمام، نقطعها كده، نقطعها كده عشان دي كده لو سبتها هتبقى كبيرة قوي. تمام، فاحنا هنقطعها كده. دي برضو كبيرة. بسم الله كده. اللي هي مثلا ايه متقطعه لوحدها كده صغيره، مش هنقطعها كبيره قوي كده، هنقطعها ايه، هنقطعها اتنين. طبعا القرنبيط ليه ايه؟ بيض، خضره، دقيق، نشا. نوريكم الطريقه دلوقتي، بس هنقطعه كله. ماشي، نقطعه كده. بس دي متقطعه كده صغيره، بتطلع لوحدها صغيره، دي ما بنقطعهاش تاني. بسم الله. ما تنسوناش بقى حبايبي في اللايك والاشتراك، والاول مره يشوفوا القناه ياخدش كده، ياخد جوله في القناه، هتعجبه ان شاء الله. عملنا بقى لايك حلو كده وكومنت حلو زيكم، فضلا وليس امرا. ماشي، القرنبيط بقى مش عارفه بقى كله بياكل القرنبيط ولا انا عندي برضو كله مش بياكل القرنبيط. عندي بنتي مش بتاكله، بس عندي ولادي وجوزي بياكلوه، يعني لسه بياكلوه، انما بنتي مش بتاكله. بصوا اهو يا حبايبي، نحطه بقى كده في الصينيه كله. نروح بقى على البوتاجاز نشوف ايه هنعمل ايه. هنوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بس يا حبايبي هنحطه هنا كده ونروح ايه نشطفه تحت الحنفيه. وبعد ما نشطفه، احنا حاطين الميه على البوتاجاز على فكره فيها. بس يا حبايبي احنا حاطين ملح. هنحط سنه صغيره كمون. ماشي تمام. هنحط بقى دلوقتي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه لبن صغيره. طبعا الناس هتستغرب على اللبن. اللبن على فكره بيخليه ابيض كده وجميل من جوه. ماشي، جربوا بس بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. بسم الله. هنحط بقى كده. بسم الله. حاطين ملح. ماشي، حاطين كمون بس، مش هنحط اكتر من كده بس مش هنحط كده، مش هنحط تاني. هنسيب حبايبي، احنا هنسيبه طبعا كده لغايه ما تستوي. طبعا احنا بنعرف بيستوي ازاي. ماشي، هنسيبه كده يغلي غلوتين. هنلاقي طبعا من هنا كده ايه، بصوا انا هقول لكم، هنلاقي من هنا كده اهو، هنمسكها كده هنلاقيها ايه استوت. تمام، هنسيبه بقى كده لما يستوي هنطلعه. حبايبي خلاص كده استوى، كده استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه هنا كده عشان ايه ما نسويش سوا جامد، عشان هو لسه هيتحط في الزيت، هيكمل سوا في الزيت. تمام، هننزل برضو كده بس مش هنملى الحل قوي يعني، ايه عشان يستوي ايه براحته. واحده صغيره بس كده. هنسيبه برضو ايه لما يستوي. حبايبي هنعمل الخلطه بتاعه القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 بيضات. هاتي كده بيضه. ماشي تمام كده 3 بيضات. نحط ايه عليهم معلقه صغيره كده خل، عشان خاطر بس ايه الزفاره. نقلبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كوبايه لبن. تمام، دي كده خلطه القرنبيط. نحط ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه دقيق. احنا هنقلب مع بعض كده اهوت. احتاج دقيق هنحط، احتاجت لبن هنحط. بس حبايبي انا هحط كوبايه دقيق تاني. بس حبايبي كده يبقى ايه، انا حاطه كوبايتين دقيق مع كوبايه لبن. تمام، و3 بيضات ومعلقه صغيره ايه خل. هحط بقى ايه معلقه نشا بس مش مليانه قوي. نقلب بقى الخليط ده. بس حبايبي نقول تاني الخلطه ديت: 3 بيضات، معلقه صغيره خل، كوبايتين دقيق، معلقه نشا مش مليانه،
كوبايه لبن، وعايزه تزودي بقى لبن تاني زودي، عايزه مش عايزه تزودي لبن وعايزه تزودي ميه عادي ما فيهاش حاجه. حبايبي هنحط بقى بهارات، هنحط ملح، هنحط كزبره ناشفه، هنحط كركم، هنحط فلفل اسمر، كمون، شطه. ماشي. هنحط توم. ماشي. نحط بتاع 4 فصوص توم كده كبار. تمام. هنقلب بقى ده كله مع بعضه. حسينا الخلطه تقيله قوي، هنحط شويه ميه خفيفه، هنحط شويه دقيق. احنا لا عايزينها خفيفه ولا عايزينها تقيله. طبعا كل واحد بيعمل القرنبيط بطريقته، الاكل ده اذواق يا حبيبي. بس حبيبي السمك بتاعها السمك كده حلو. هنحط بقى ايه؟ شبت وبقدونس وكزبره. طبعا اللي عايز ايه يشيل حاجه من الخضره يشيلها، عشان مثلا اللي مش حابب الكزبره ما يحطهاش، اللي مش حابب الشبت او البقدونس عادي يعني ممكن حزمتين بس حسب ما انتوا عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحطها كلها، نقلب بس الاول. بصوا احس ان الخلطه تقلت قوي لما حطيت نحط بس ايه بتاع معلقتين كده ميه. الكوبايه دي مكانها اللبن. انا دقتها على فكره لقيتها مظبوط، ملحها مظبوط. بس يا حبايبي اهي بصوا بس كده بقى مظبوطه. نجيب بقى القرنبيط دلوقتي. الطبقه التانية بقى نحط ايه؟ كوبايه دقيق. ماشي. عشان يبقى مقرمش يعني، مش اللي عايز ايه مثلا يحط القرنبيط هنا ويقليه في الزيت عادي تمام مفيش مشكله، بس احنا عشان عايزينه مقرمش فهن ايه هنعمل طبقه تانية كده. حطينا كوبايه دقيق، معلقتين كبار نشا. تمام كده. هنحط بقى معلقه بابريكا، عشان نحط اكتر من كده. هي بابريكا بس، وشويه ملح بس كده. معلقه صغيره بيكنج باودر بس كده. هنقلب بقى الخليط ده كده مع بعضه. بسم الله. مش هنحط اي بهارات تاني في الايه في الدقيق والنشا دول. هنقلب بس تقليبه حلوه كده عشان الحكم اللي احنا حاطينه. تمام تمام خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حبايبي هنحط بقى كده ايه، معلش بقى نعمل بايدينا، مش لابسين جوانتي ولا حاجه عشان احنا بنعمل في بيتنا فما ينفعش ايه نلبس جوانتي. هنصفي بس الخليط كده عشان ما يبقاش ايه تقيله كده ومليانه خليط. بسم الله. هنحط هنا كده كده كده. هننزل بقى ايه بيها على الدقيق على طول. تمام. بس مش هنعمل اكتر من كده، بس هنعمل بقى كله كده. هنحطها بقى ايه في الزيت على طول. بس حوالي كده. نحط ايه اوريكم برضو واحده تانية. ماشي كده بقى ايه هننزل ايه. يلا بينا على الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الزيت احنا ايه كنا مولعين عليه. تمام. بسم الله. طيب بس حاولوا نقلبه بقى. بصوا اللون. بسم الله. نقلب بس حبايبي القرنبيط اهوت. بصوا لونه حلو ازاي. كلكم على فكره اللي اداله اللون الحلو ده. ماشي. هنطلع بقى دلوقتي اللي هو ايه خلص. بسم الله. بص حبايبي القرنبيط بعد ما طلعناه من الزيت اللون الاصفر ده، بس الكركم بيديله لون كده اصفر وحلو. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وجربوه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. طريقه حلوه كده وسهله. متنسوناش بقى حبايبي في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اتمنى يكون الفيديو خفيف كده على قلبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.